برنامج أنا وجدي مش مجرد برنامج، دي قعدة دافية فيها جيلين بيشاركوا بعض الحكايات وبيفكرونا إن أجمل اللحظات هي اللي بنعيشها سوا. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يعني الحلقه دي هنتكلم على توبيك كده لذيذ وخفيف كده، بنتكلم عن السينما، ومش سينما بس، يعني الفن عامه، غنى وسينما. يا رؤى، عامل ايه الاخبار؟ ازيك يا قمر؟ كله زي الفل، الحمد الحمد لله. لله. انت عايزين نبدا نتكلم عن السينما بشكل عام، ومش سينما بس، لا، سينما وفن وغنى، ونشوف بقى مسرح رايك. وبتاع. رايك بقى عن مم. زمان ودلوقتي. فتعالى كده نبدا الموضوع انت ايه احسن فيلم شفته، او اكتر فيلم حبيته عن زمان او دلوقتي؟ في كام فيلم كده طبعا لا يمكن يتناسوا من ذاكرة السينما. فيلم الأرض تفتكره بتاع عزت العلايلي ايوه، ومحمود المليجي اللي قطاع هو كان فيه والحاجات دي. الاغنيه بتاعت الارض لو الأرض لو عطشانه، عطشانة ايوه. نسيها بدمانة وهو اه، قاعد يتسحل في مزارع القطن في ناصر صلاح الدين. الحاجات دي لازم انتوا أجيال ورا أجيال يفتكروا الأفلام دي. بالإضافة إلى أن كانوا الأبطال زمان كانوا ممثلين يعني عالميين بجد. ده حقيقي. في الفيلم اللي بحبه قوي اه بتاع ذهب ولم يعد مثلا. اه كان فيلم حلو جدا، وكان بيجوع الواحد قوي، يعني روعة تحس ان روعة انت طول ما انت روعة بتتفرج عايز روعة. تاكل. العصر بتاع دلوقتي نادر جدا لما تلاقي فيلم. دي رسالة. لا مش لازم رسالة، ما هو الترفيه رسالة، الضحك رسالة. طب انت شايف يعني لو جبت حد مثلا من الجيل القديم في السينما اه وعايزه دلوقتي يبقى بطل، تقدر تقول لي مثلا شخص، يعني مثلا راجل وبنت اه دلوقتي يبقوا ابطال مثلا في بالجيل دلوقتي؟ رشدي أباظة، فاتن حمامة، بتاعت كل الأجيال طبعا، طبعا. يعني سيدة الشاشة يعني. ماشي، وانا هقول لك بقى، يعني هجاوب على السؤال اللي انا قلته من اه وجهة نظري، ان انا شايف لو حد من الفنانين دلوقتي رجع دلوقتي يمثل راجع زمان. زمان انا ممكن عندي اتنين: محمد فراج وآية سماحة، علشان هما الاتنين محمد فراج تمثيلهم وآية حلو، سماح، صح. وتحسهم بيليقوا في اي دور محمد يعني. فراج رائع. طيب، انهي وقت كان افضل في اداء التمثيل برأيك؟ يعني كممثلين واداء تمثيلهم، انت شايف ايه الوقت اللي كان ده كان دي ايقونة بجد، ومصر لغاية دلوقتي فاكرين الحقبة دي من الزمن؟ محمود المليجي وزكي رستم. الممثل بقى، اه شايف ان هو لازم يكون متعلم ولا يكون اصلا موهوب؟ الموهبة دي أساس، بس لازم الموهبة دي تثقل بالتعليم. هل انت شايف ان لازم السينما او الفن عامة يعبر عن المجتمع، ولا لا مش لازم؟ فن سواء مسرح أو سينما يعبر عن المجتمع برفق بالمجتمع. انت واخد بالك؟ اه، يعني أنا بعبر عن المجتمع بتاعي باسلوب مهذب، بحيث ان انا ما مرمطش المجتمع بتاعي واحطه في الارض واحط كل واحد يدوس عليه. تعال نتكلم بقى عن الغنى. اه هل المزيكا دلوقتي اختلفت؟ يعني هي اكيد اختلفت عن زمان، اه بس يعني دلوقتي برضو في حاجات بتعبر عن الشباب، يعني بتعبر عن صح طاقتهم. صح طبعا. فيعني هل انت شايف ان احنا لا، ما كانش ينفع ان احنا نوصل للمرحله ده من المزيكا، ولا لا طبيعي، ده التطور لا الطبيعي؟ لا ده التطور اجيال طبعا. هو كان الاول عندنا نجاة وام كلثوم ووردة. طب انا عندي سؤال: هل انتوا بقى، يعني لما كنتوا بتسمعوا الناس دي في زمانهم لما كانوا بينزلوا الحاجات دي، اه كنا نتمتع. كنتوا شايفينهم كأيقونة ولا عادي مزيكا؟ لا 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 أيقونة وناس ما تتكررش. كان الناس الحفلات اللي كانت بتتعمل للفنانين دولت، كان المخرج يخبط الخبطات بتاعت بداية الحفل فتح المسرح، فتح ستارة. تالت خبطة ما فيش بني آدم بيتكلم. بيتكلم أو في واحد يعدي بيبسي كوكولا. بس ده بقى نوع من الحفلات احنا ما نحبوش، يعني انتوا كنتوا بتحبوا ان انتوا تروحوا بالبدل وتسمعوا المزيكا اه وكده. بس احنا دلوقتي، يعني احنا بالنسبه لنا الحفله، احنا المفروض نروح نهيص، فانتوا صح حفلاتكم كانت صح. زمان. لا انا مش ضد التهييص، ما انا بروح اجهز دلوقتي وانا راجل كبير. هيجي في يوم من الايام ان احنا نقول لاولادنا اسمعوا الاغاني اللي احنا كنا بنسمعها زمان. بس انت ايه اللي يخليك متاكد من كده وما يكونش ولادكم عندهم ذوق مختلف. عندهم بقى قيم؟ ما هي اجيال بتسلم اجيال، بس هيجوا زي تسلموهم ما يقولوا لكم زي ما لا انتوا خلاص. اجبرتونا ان احنا نسمع الاغاني القديمه، اكيد احنا هنجبرهم برضه، يعني ده حاجه طبيعيه. يعني حتى لو هم كده كده هيبقى ليهم ذوقهم مختلف ومغنيين جداد، بس في الاخر احنا هنجبرهم ان هم يسمعوا الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها. زي ما اكيد. احنا اتجبرنا. بالظبط زي ما انتوا اجبرتونا. حلو ده. دلوقتي بما ان احنا بنتكلم عن السينما والفن وكده، هنلعب لعبه دلوقتي، ان احنا هيبقى معانا مكتوب لنا كلمات ونجيب عليها اغنيه. مم. تحب نبدا ولا؟ لا معلش بلاش نبدا، لان الورق في ايدك. اه
فانت هتبقى كون عينك في الكلمه دي قله هتكسب. ثقه. طيب ليه كده؟ لا مش قله ثقه، اجيب حد من بره يعني؟ لا مش قله ثقه، انت بتبص لا ارادي كده، ها بس ماشي، عايز حد من بره حد من بره ماشي، شكرا عامه على قله الثقه دي. لا والله مع شكرا الثقه. شكرا. لا خلاص، لا 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 خلاص حد دلوقتي من بره هيبدا يقول لنا الكلام. يا عين لما قابلوني. غلط. فين الاغنيه بتاعت عيني على ايه؟ عيني عليك اه بتاعت جبل الحلال، مسلسل جبل الحلال. ايوه عيني على كتفهم جبلين، عيني عليه ايوه العين. برافو انا اللي والله. خدت النقطه دي. لا شكرا على الروح الرياضيه ان انت اديتني زي ما النقطة. قلتها بس ماشي ماشي، بس شكراً. الاغنيه حلوه اصلا. ماشي طيب اللي بعده. يا يا ريت ريتك سنك يزيد حلم سنتين. في دموعي ماشي نقطة ونقطة. أنا جبت واحدة. خلاص استنى أستاذ يعني يغني طبعا بس. اللي بيسمع هيقول هم هيصححوا لي كل ماشي، يعني الكلمة. نقطة بس انت ونقطة. عارف ام كلثوم عارف. يا ريتك حلم. انت قلت دي وانا قلت بتاعت عمرو دياب اللي هي يا ريت سنك يزيد سنتين، فكده نقطة ونقطة. لا مش نقطة ونقطة، ايه اللي جاب يا ريت سنك يزيد سنتين؟ ليه؟ بتاع. وبعدين في حكم يا حبيبي، الحب جاني كده ترارارا الحب. طب انا بدأت. بكده النقطة دي بتاعتي صح يا حكم؟ ترارارا النقطة دي بتاعتي. وصال ترارارا. طب اغنيه ثانيه. وهو الكلمة؟ بين اغنية تانية عن الحب. حبي اللي انت جاي تقول عليه. ماشي. حبيبي كان هنا مالي الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا انا يا اغلى من عينيا نسيت من انا. لا برافو. شكرا. قلبي انا قلبي ومفتاحه دالي دول ملك ايديه ومساء وصباحه يسألني يسألني عليه. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديه. ماشي. في بس تاني ولا هو خلصت؟ الكلمة بتجيله هنا أقرب عشان للمسافة هو دي. أبعد مسافة بتاعتي. احنا عايزين نعترف ان انت ما بتحبش الخساره، بس انا كسبت لا يعني. ما بحبش طبعا. و- ماشي. بس من غير واسطه بقى، يعني اللي هيجيبها صح دي حاجه من هنقول. مخي بقى، ماشي دي حاجه من مخي. خليك زي ما انت رايح. تخونوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تارارارا. دلوقتي بقى هنلعب اللعبه الثانيه. انا كتبت كلمات احنا بنقولها، وهو كتب كلمات كانوا هم بيقولوها زمان. وهنتحدى بعض دلوقتي بالكلمات. الإمة الإمة اللي هي واقفين على الإمة كده صح، اللي هي ناصية شارع كده. أيوة نصية الشارع. ماشي برافو. طيب هقول لك أنا الكلمة اللي عندي كروش. ده عصير كراش. لا هي دلوقتي كلمة ممكن أقولها لك في سياق مثلا حاجة أنا بكرش على البنت دي. بتشغل عليها؟ يعني معجب بيها. ايوه بس اتغير ما هو دلوقتي بقى احنا مختلفين. ايوه جايب اسم عصير. لا ما هو كان زمان عصير بس دلوقتي اتطور. دلوقتي خلوه معجب بحد كلمة من يعني الحب حاجة جميلة وسامية طب ما هو كراش اهو كلمة خفيفة. كراش دي جاية خفيفة ايه مالها؟ عرفتوا بقى الحب بتاعكم شكله ايه؟ عرفنا ماشي. طيب اسبيتاليا. يعني تحسها حاجة صايعة. اسبيتاليا وديته فين؟ مستشفى؟ ماشي صح. طيب كلمة بيستي. ايه؟ بيستي، الولد ده بيستي. عزيز عليا يعني صاحبي. صاحبي الانتيم بتاعي. الانتيم بتاعي ماشي. بس انا عمري ما سمعت. انت سمعتها دي؟ ده انتوا بيستي بقى. انا بيستي جدا. مزورة. حاجة صرف صحي يعني شبه المزورة. لا مزورة. المزورة دي قد ايه؟ العرض. المزورة هتشوف بايه انت العرض يعني؟ المتر. طيب هديك كلمة سهلة بقى. شقي. انت كل الكلمات صعبة اللي انت جبتها. لا دي سهلة. شقي. اخويا مثلا. اخويا صح. اسطمبة. اسطمبة اللي هي بتاعت الاختام ختم صح. طيب سيكو سيكو. سيكو سيكو يعني. ايوه هي دي. ايوه هي دي برافو. ده سيكو سيكو. الواد ده سيكو سيكو صح. ماشي. سايق السمعة يعني. صح يعني هنقول ان هي سايق السمعة. نوجة. نوجة اللي هي الحاجة حلوة بتتاكل. ماشي. توكسيك. ايه؟ توكسيك يعني هقولها لك في جملة. طيب العلاقة دي توكسيك. بايظة مش نافعة. يعني حاجة اللي هي حاجة مضرة. مسطول. مسطول ايه؟
ايه يعني كده. مغيب عن البتاع بالظبط. طرش. يعني زي كده حيطه مثلا، لا طرش يعني. يعني ما انا بيفهمش اكلت بسهولة. اكله طرش. دي طرش بقى، هنا بتدي الاكل حلاوه حلاوه. ولا حاجه تقرف؟ لا حلاوه، لا مش تعرف حلاوه. لا م- بس انا على فكره يعني استفدت كتير من الكلمات اللي انتوا بتقولوها دي، ما لان طبعا ما مرتش عليا. ما حاجات لا جديده. شفت انتوا الحاجات بتاعتكم يعني طرش خالص يعني، طرش جدا. بتاع، واحنا الكلمات بتاعتنا يعني فيها حتى فيها جمال لفظي يعني. بس احنا عندنا اهو حاجات برضو كراش بيستي. كراش طرش. وحشه. لا طبعا ايه طرش دي؟ برام. برام اللي بيتطبخ فيه. فليكس. ايه هقولها لك بلغه عربيه وهنحط لك الكلمه دي في النص. اه ماشي. هذا الشاب يفليكس عليا. بيتقايم عليا. حاجه قريبه، اللي هو بيفليكس، بيستعرض نفسه. يعني هي اجيال ورا اجيال. انا عايز الكلمات دي. احنا ممكن نتبادل الورق عشان انت تتعلم مني ربنا وانا اتعلم يخليك. منك. اتفضل. ماشي. عموما ميرسي جدا جدا، يعني انا هحتفظ بالكلمات دي عشان اقولها لاصحابي. شكرا ليك جدا. النهارده كانت حلقه لذيذه دمها خفيف. يخليك. ان شاء الله لو الحلقه دي عجبتكم قولوا لنا عايزين نتكلم في ايه تاني، وبرضه عايزين نعرف رايكم في توبيك الحلقه النهارده. هل فعلا لو الممثلين والمغنيين بتوع دلوقتي بداوا يغنوا زمان او العكس حصل، هل فعلا هينجحوا ولا لا كل واحد يفضل في زمانه؟ بس وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه بموضوع جديد. وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتابعونا عشان الحلقات الجايه هتبقى احسن.